من غير مسامير ولا لحام. المراكب الخشبية زمان كانت بتقعد سنين طويلة من غير ما يدخلها نقطة مية. السر طريقة قديمة اسمها سد الفواصل، كأنك بالظبط بتحط ميك اب للمركب. النجارين كانوا بيعملوا خلطة من 3 حاجات طبيعية: جير من أصداف البحر، وزيت من بذور شجرة اسمها تنج، وألياف نبات اسمه ريمي. أول حاجة يخلطوا الجير مع الزيت ويعملوا معجون عازل للمية، ويحشوه جوه الفواصل بين الخشب. بعدها يدقوا ألياف الريمي عشان تبقى زي جوان طبيعي، تتمدد وتنكمش مع الخشب في الحر والبرد. وبعدين يحطوا طبقة تانية خفيفة من المعجون، ولما يخلصوا يدهنوا المركب كله بزيت التلج اللي بيقفل المسام ويخلي الخشب لونه ذهبي ولامع. ومن غير ولا مسمار المركب الخشب يفضل عايم بعشرات السنين من غير ما يتخرم. السؤال بقى، لو جات لك الفرصة تركب مركب زي دي معمول بالطريقة القديمة دي، هل هترضى ولا لأ؟ قول لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.